لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رحمن الدنيا والآخرة اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم ارزقنا شفاعته وصحبته في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والفردوس الأعلى لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب الأرباب إله الأولين والآخرين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم إنا عبادك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن يكون القرآن لهم حجة لهم لا عليهم اللهم اجعلنا ممن يكون القرآن سائقهم وقدوتهم إلى جناتك جنات النعيم اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم عافنا اللهم اعف عنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين يتلونه حق تلاوته اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين يتلونه حق تلاوته اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين يتلونه حق تلاوته يا ذا الجلال والإكرام يا إله الأولين والآخرين اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قرأ علي الإخوة الفضلاء الأخ الفاضل محمد رضوان الطباشي والأخ يحيى صفوان الموسى والأخ محمد خالد صابوني والأخ أحمد إبراهيم الجنيد والأخ عبد الرحمن أسامة رجب والأخ عبد السلام عبد الفتاح النجار والأخ بشار عبد المنعم والأخ محمود أحمد الضحيك، ختمة قرأ كل واحد منهم علي ختمة كاملة بقراءة عاصم براويين شعبة وحفص. وقد كانت هذه القراءة قراءة متقنة بالتجويد والتحرير والإتقان التام. وقد حفظ كل واحد منهم المقدمة الجزرية ومنظومة تحفة الأطفال ورسالة هداية الرحمن إلى تجويد القرآن، وقرأوا علي شروحها، شرح المقدمة الجزرية الدقائق المحكمة، وشرح تحفة الأطفال المسمى بفتح الأقفال، وقرأوا كذلك كتاب التبيان في آداب حملة القرآن. ولما آنست منهم الضبط والإتقان وقد استجازوني، فأجزتهم أن يرووا عني القرآن الكريم، وأجزت كل واحد منهم أن يقرأ ويقرئ من شاء متى شاء حيث شاء مع التثبت والمراجعة إجازة صحيحة بعبارة صريحة. وأخبرهم أني بفضل الله تبارك وتعالى قد تلقيت القرآن الكريم كاملا جمعا للقراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرة على شيخي وأستاذي الجليل أعلى القراء إسنادا في زمانه وأحد شيوخ الإقراء في العالم الإسلامي الشيخ بكري الشيخ عبد المجيد الطرابيشي رحمه الله تعالى، وأجازني بها وأخبرني أنه تلقى القرآن كاملا بالقراءات السبع على شيخه شيخ القراء الشام الشيخ محمد سليم الحلواني، وهو على والده شيخ قراء الشام الشيخ أحمد الحلواني الرفاعي الكبير، وهو على شيخ قراء مكة الشيخ أحمد المرزوقي، وهو على شيخ قراء مصر الشيخ إبراهيم بن بدوي العبيدي، وهو على شيخه الشيخ عبد الرحمن بن حسن الأجهوري، وهو على شيخه الشيخ أحمد بن رجب البقري، وهو على شيخه الشيخ محمد بن قاسم البقري، وهو على شيخه الشيخ عبد الرحمن بن شحابة اليمني، وهو على شيخه الشيخ علي بن غانم المقدسي، وهو على شيخه الشيخ أحمد بن سهل الأميوطي، وهو على شيخه شيخ القراء شيخ قراء زمانه محمد بن علي بن يوسف المعروف بن الجزري. وتلقى الإمام ابن الجزري على شيخه الشيخ عبد الرحمن البغدادي، وهو على شيخه الشيخ محمد بن أحمد بن الصائغ المصري، وهو على شيخه علي بن شجاع، وهو على شيخه شيخ قراء زمانه القاسم بن فيره الشاطبي الرعيني الأندلسي، صاحب منظومة حفظ الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية. وتلقى الإمام الشاطبي عن شيخه أبي الحسن علي بن مذيل، وهو على شيخه أبي داود سليمان بن نجاح، وهو على الإمام أبي عمرو الداني عثمان بن سعيد. وقرأ الإمام الداني رحمه الله على شيخه طاهر بن غلبون الحلبي، وهو تلقى عن شيخه علي الهاشمي، وهو على شيخه أحمد بن سهل الأشناني، وهو على شيخه عبيد بن الصباح. وقرأ عبيد بن الصباح على الإمام حفص بن سليمان البزار صاحب الرواية المشهورة والمعروفة. وقرأ حفص بن سليمان على شيخه الإمام عاصم الكوفي. وقرأ الإمام عاصم الكوفي على التابعين الجليلين أبي عبد الرحمن
السلمي رحمه الله تعالى، وزر بن حبيش، وقرأ التابعيين الجليلين على الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن أبي ثابت وعبد الله بن مسعود رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وتلقى الصحابة الكرام القرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عن جبريل عليه السلام، وهو عن رب العزة جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. وأخبرهم كذلك أني بفضل الله تبارك وتعالى كذلك قرأت القرآن كاملا بالقراءات العشر المتواترة جمعا على شيخي وأستاذي الشيخ موفق عيون، وهو على شيخه الشيخ أبي الحسن محي الدين الكردي، وهو على شيخه محمود فايز الدير عطاني، وهو على شيخه محمد سليم الحلواني بالسند المتقدم. هذا وأوصي الإخوة المجازين بتقوى الله في السر والعلن، والإخلاص لله تبارك وتعالى، والعمل بما تعلموا، والتخلق بأخلاق القرآن العظيم، وأن يجتهدوا في تحصيل العلم الشرعي ونشره، وأن يجتهدوا في نشر القرآن الكريم، وأن لا يردوا أحدا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وأن لا ينتقصوا من قدر أهل العلم والعلماء، وأن يذكروني ومشايخي في الإسناد بدعواتهم. وأقول لهم ختاما كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومته الشاطبية، وأقتطع منها: وإن كتاب الله أوثق شافع، وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا. ثم يقول الشاطبي رحمه الله: فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما، ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجد عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا. جزى الله بالخيرات عنا أئمة، لنا نقلوا القرآن عذبا مسلسلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.